السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد، فيديو جديد باذن الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم نهاري كيفاش كيدوز في رمضان من الصباح حتى الليل ان شاء الله. المهم هنا كيف كتشوفوا اول حاجه بديت بها هو الطراف ديال الدار كيف دائما. وهنايا كنت كنجبد الماعن اللي كانوا مغسولين البارح بالليل، كل حاجه كنرجعها لبلاصتها. في نفس الوقت هنا راك وجدت الطاجين اللي غادي ندير العشاء. درت الحريره كطيب في نفس الوقت هنايا عندي الحلوى اللي صيبتها البارح، بقات ليا غير التزيين ديالها، غطيته وخليته تما. هنا البنات كيفاش كندير باش ما ننسى حتى شي حاجه. كناخذ واحد الورقه وكنقيد فيها جميع الوصفات اللي غادي نطيب في هذا النهار هذا. بحال اليوم كان عندي عصير، طاكوس، طاجين، المهم كانوا بزاف د الحويجات كنقيدهم. واي حاجه درتها كنضرب عليها هكا، نبقى مفكره، يعني ما كنسى حتى شي حاجه. ايوا صافي، هنا راه كنت ساليت كل شيء. اول حاجه غادي نبدا بها هي شي حاجه بارده. اليوم الدراري اللي اختاروا التحليه، اختاروا هاد لاجولي ديال الفريز وديال الليمون. بالنسبه لهاد لاجولي هادي راه ساهله، كتخلطوها فقط مع كل علبه كتخلطوها مع نص سيطرة الماء اللي كيكون غليان مزيان. صافي كنخلط، ما كنديرهاش فوق البوطه نهائيا، غير كنخلط حتى كنحس بها دابت، وكنخويها في الكويسات وكنديرهم في الثلاجه يبردوا. كيف قلت لكم انا درت ديال الفريز ودرت ديال الليمون، كل واحد غادي نديرو بوحدو بطبيعه الحال. وغادي نعمر الكويسات ديالي ندخلهم الثلاجه. واخا هنا باقي الصباح كنحيد عليا اي حاجه ممكن نحيدها وما كتخسرش كنحيدها هي الاولى. هنا درت البيض يتصلع، درت معاه شويه الملحه. في نفس الوقت دزت البصله. نقول لكم البصله كيفاش كنطحنها. كناخذ الكميه اللي غادي نخدم بها النهار كامل، يعني كنكون حاسبه شحال من بصله تقريبا. بحال مثلا عندي دابا ديال الطاجين، عندي ديال الحريره، عندي ديال الطاكوس. خديتهم طحنتهم كاملين صافي. كناخد كميه منها. انا غادي نوريكم فاش طحنتهم دابا في هذا الفيديو اللي من بعد هذا غادي نوريكم. ونقول لكم هما حتى البنات منين دابا انا خديتها. كنطحن البصله وتفكرت بزاف البنات كيسولوني على هاد الطحانه هادي. بالنسبه لهاد الطحانه راه زوينه عمليه بزاف. خديت هذه اللي فيها جوج ديال الكيسان، فيها هذا ديال الزاج وفيها هذا ديال الاينوكس. صراحه عمليين. وكيجيو معها بزاف ديال الماس، يعني حتى لا خسر لك واحد، اصلا واحد راه كيبقى مده طويله. الا خسر لك واحد كتلقاي واحد اخر كيجي بحال هكا. هذا هو الطحانه ديالها، وكيجي الغطا ديالها هكا. صراحه زوينه البنات، كنصحكم بها. شوفوا انا ما بقيتش كنقطع البصله نهائيا بايدي، يعني نتوما كتحكموا في كيفاش بغيتوا البصله، واش مطحونه حتى كتولي بحال الماء بحال محكوكه، اولا بغيتوها بحال مقطعينه بحال هكا مشلضينه، اللي ممكن ديروها في الطاجين، ديروها في الشلاضه. ومن الخضره واي حاجه كنطحنها فيها. صراحه زوينه بزاف، كنصحكم بها. بالنسبه للبنات اللي يسولوني منين خديتها، غادي نخلي لكم الصفحه ديال السيده اللي خديت من عندها في صندوق الوصف، هو اول تعليق مثبتين. وغادي نخلي لكم حتى الرقم الهاتف ديالها، راه كتوصل لكم فيما كنتو حتى لباب الدار، وباثمنه جد جد مناسبه. وعندها ماشي غير هادشي، عندها بزاف ديال الحويجات، عندها المقله العجيبه، عندها بزاف. المهم دخلوا الباج ديالها ديال الانستغرام، اولا دخلوا الواتساب عندها وغادي توريكم المنتوجات اللي عندها. صافي هادشي اللي بغيت نقول لكم. دابا غادي نمشي نكمل الشقه ان شاء الله. وهنا نرجعوا للوصفه ديالنا. خديت بصله مقطعه طريفات، زدت عليها الثومه محكوكه، زدت هنا الصدر ديال الدجاج مقطع طريفات صغيورين. ممكن كذلك ديروا حتى الصدر ديال لادان، المهم اللي بغيتو نتوما. درت واحد المعلقه صغيره ديال الموطارد وشويه ديال صوص صوجا. غادي نضيف انا بالنسبه لي غادي ندير التوابل الخاصه بالدجاج. نتوما ممكن ديروا غير التوابل العاديه بحال البزار، خرعوم بلدي، سكنجبير، المهم اللي بغيتو نتوما ديروه النكهه اللي كتبغيو. ضفت شويه الملحه، ضفت شويه عصير الحامض. وهنا غادي ندير زيت الزيتون والزيت العادي، غادي ندير خليط بينهم بجوج. صافي غادي ندير الحشوه ديالي اولا الخليط ديالي فوق البوطه، كنبقى نشحر فيهم حتى كيطيب الدجاج وتدبل البصله وصافي وكتكون واجده. صافي دابا وجا قرب وقيته ديال المغرب، يعني تقريبا دابا 5:30. غادي ندير هنا الدجاج يطيب. كنت خليته مرقد، غادي نبقى نشحر فيه بحال هكا حتى كيطيب كامل. وفي نفس الوقت غادي ندير ليه البطاطا. في نفس الوقت غادي ندوز نوجد واحد الصوص اللي غادي نديرها في الطاكوس. عندي هنا ياغورت مسوس، غادي نزيد عليه واحد البصيله
غادي نزيد 3 ديال الفرماجات مثلثين. غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال عصير الحامض، شويه الملح وشويه البزار، غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه، وغادي نزيد واحد تقريبا هنا عندي واحد 6 ديال الحبات ديال الكورنيشون. صافي غادي نطحن كلشي مزيان، وهاد الصوص هذه هي اللي ندهن بها الطاكوس. صافي الدجاج ها هو طاب، طفيت عليه غنخليه. في نفس الوقت انا كنقيت البطاطا، دابا غادي ندوز نوجد الطاكوس ديالي. غادي ناخذ هنا الخبز ديال الطاكوس فايت ليا وموجده معاكم شحال هادي ان شاء الله. غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، انا هذا غير خديته حيت دابا في رمضان ما تيكفينيش الوقت، قلت اللهم ناخذ ونشري احسن. المهم غادي ندهن بهذيك الخليط اللي درت. خديت هذاك الخليط ديال الدجاج قسمته على 6، حيت غادي ندير 6 ديال الطاكوس باش يجيوني كاملين متساويين. هذا ناخذ كميه من الفريت غادي نديرها، غادي نزيد واحد الجبن ديال الساندويتش اختياري، ممكن ما ديروش. عندي صوص اندلس، ممكن تكتفيو فقط بهذا الصوص، وعندي صوص تشيزي. صافي غادي نطوي الطاكوس ديالي بحال هكا، كنضغط هنا وكنجيب هذه هكا. كذلك بالنسبه لهاد وهذا هو الطاكوس ديالي. غادي نكمل بنفس الطريقه، غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله. صافي انا عمرتهم دابا كاملين، غادي نديرهم في بريسان بريسيهم وصافي. هادشي اللي كاين، ما بقى لي دابا حتى شي حاجه، بقى لي غير الشنيك اللي انا وجدته هنايا، العجينه ديالو خمرات وصافي. صافي والحريره ديالنا ها هي طابت حتى هي، هانتوما ها هي طفيت عليها. هنا وجدت الطاجين حتى كنفطرو كنغسل الماعن كنردو معايا ديريكت يطيب، يعني ما كنديروش دابا. صافي درت فيه العطريه، درت فيه كلشي. غادي نقليه فاش صافي نبغي نرد العشاء نقليه وكنزيد الخضره اللي بغيت. صافي هادشي اللي كاين. وصافي هذا هو الفطور ديالنا. هنا ها هو الطاكوس من بعد ما طاب. صافي دايره بيض مسلوق، دايره هنا كاين الجبن تياكلوه مع الخبز والبيض، وصافي حطيت شويه ديال الكمون، شباكيه، تمر، بريريت ديال الاتاي. هنا هذه اللي بغاها ياخذها، اللي ما بغاش يخليها حتى العشاء. وصافي العشاء راه الطاجين، وصافي الله يجعل البركه. كاين العصير والحريره. صافي هادشي اللي كاين، الحمد لله والشكر لله. دابا غادي نسد معكم هذا الفيديو، اولا حتى نفطروا ان شاء الله ونطلع معكم بعد الفطور. ودابا جيت نشارك معكم هاد الالعاب ديال الذكاء ديال الاطفال. هادو اللي شحال من مره كنت مشاركه معكم بحالهم. هاد المره خديت هاد التحدي اولا هاد اللعبه خاصه برمضان. هادي فيها بزاف ديال الحويجات، فيها من نهار 1 حتى لنهار 30. يعني بحال مثلا دابا ساجه
نهار واحد شنو خصها دير، نهار جوج شنو خصها دير. المهم زوينين بزاف البنات هادو. المهم غادي نخلي لكم منين خديتهم في صندوق الوصف من عند هاد السيده اللي كنت خديت من عندها هذيك الحيوانات فين كيعيشوا بزاف د الحويجات راه كنت مشاركاهم معكم. هاد المره هاد اللعبه هادي اللي على شكل بيتزا، يعني هما كيشكلوا العجين كيحطوا فوقها الصوص، المهم كيبقاو يلصقوا هكا كيتلاهاو، كينقصوا عليهم شويه ديال التليفون وكياخذوا هاد الالعاب زوينين بزاف. بحال دابا هنا الزيتون هادو كيعلبوا على فينايه اللي كتشبه ليها كيحطوها، المهم زوينين بزاف وكيستافدوا منهم. غادي نخلي لكم المعلومات على السيده اللي خديت من عندها، راه كتوصل لكم فيما كنتو لجميع المدن، وراه الثمن جد مناسب. وبطبيعة الحال آخر حاجة كنديرها هي كنعطرو شوية الدار باش نحيدو شوية ديال الريحة ديال الطياب ونبدلو الجو. المهم أنا بعض المرات كندير البخور، وبعض المرات وليت كندير هاد الند هذا ديال الخنجر، صراحة واعر بزاف. جابتو أصر النفيس، أنا هانتوما راه دابا هذا ثالث واحد كنستعملو، وماشي بالضرورة أنك تستعمليه كامل، يعني واخا ديري غير نصو طفيه ومن بعد عاوتاني شعليه. هنا صرغينة حتى هي راه جابتها عصر النفيس. عندها صرغينة زوينة. وبمناسبة رمضان والعيد راه دايرة تخفيضات زوينين في المبخرات في البخور، بزاف د الحوايج. وحتى هاد الريحة اللي غادي نوريكم دابا صراحة عجباتني، اكثر ريحة عجباتني فهادو كاع اللي كنت كناخذ. دائما كنقول لكم هذه عجباتني هذه عجباتني، وكانوا بصح كيعجبوني، ولكن هذه واحد الريحة فيها خفيفة بالنسبة للناس اللي ما كيبغوش الروايح اللي كيكونوا مجهدين. هذه ريحتها زوينة بزاف بحال ريحة الفواكه، المهم فيها الفاني، المهم واحد الخليط اللي زوين. عصير النفيس كتكتب لكم المكونات ديال كل ريحه من تحت، يعني في الباج ديالها في الصفحه ديالها في الانستغرام. داكشي باش نتوما كتختاروا اللي غادي يعجبكم. وحتى هي غادي نخلي لكم ان شاء الله جميع المعلومات عليها في صندوق الوصف، راه كتوصل لجميع المدن فيما كنتو حتى لباب الدار. واستغلوا الفرصه اللي دايره دابا واحد التخفيضات اللي زوينه بزاف بمناسبه رمضان.